أصدقائي الرياضيين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا عينكم العدد التاريخي، لأن هناك العديد من الأعداد التاريخية منذ مدة، ولكن هذا أكثر تاريخية وربما أقل تاريخية من العدد اللي جاي من بعد لقاء النصف النهائي. دابا الآن ضمنتي أنه يبقى تاريخي إلى نهاية المونديال، ويبقى تاريخي تأهل المنتخب سنكون آخر المغادرين المغربي لنصف نهائي المونديال. هو يوم عيد، وكيف لا يكون عيد وهلال المغرب يطلع لامع وجميل وساحر من سماء المونديال. كيف لا يكون عيد وأسود الأطلس طردوا الشياطين وروضوا التيران، واليوم أعادوا البحارة خائبين إلى مبانئهم الحزينة. كيف لا يكون عيد والمنتخب المغربي يصنع الاستثناء في مونديال الاستثناء، يضيف فصل جديد لأسطورة هذا الزمن ويكمل ملحمة الإعجاز. كيف لا يكون عيد والفريق الوطني يرفع رأس الأفارقة والعرب عاليا وهو يصل في سابقة تاريخية لنصف نهائي كأس العالم. كيف لا يكون عيد ومنتخب الحالمين يصبح بين الأربعة الكبار في العالم ويقول لكل العالم المستحيل ليس مغربيا. مرحبا بكم أصدقائي أعزائي إلى هذا الحلقة الاحتفالية، إلى ليلة تاريخية، ليلة جديدة من ليالي المونديال، عنوانها الفرح وجوهرها سعادة تغمر القلب. مرحبا بكم أصدقائي في هذه الليلة التاريخية. واش كنا في المباشر؟ نعم كنا في المباشر، وإحنا دائما في المباشر. دورنا الفرح واش كنتوا؟ لا حتى ولا مباشر، مباشر ولا غير مباشر، ارقص يا جدع وغني. ومرة أخرى أنا لو حييتني لو كنت قال والله حرام عليك. لا خالد، وضعت البطاقات. لا أنا لست الموضوع، أنا لست المسؤول عن الله يخليكم باش أنا نشرحوا كل شيء للمشاهدين. نعم. أنا لست المسؤول عن وضع البطاقات، الأستاذ كريم المسؤول عن الإنتاج في هذا البرنامج. كريم فايق، هو من يجهز ودائما فايق من الكرة، فايق وعايق. أنا المناسبة غتخليني نشد عن القاعدة ونغني لكم مطلع أغنية جميلة. أعطيني الناية وغني. أطلب من المخرج. نعم. أعطيني كل كاميرا هذا الاستوديو على بدر الدين، لأنه سيقربنا اليوم. لا، ونقف وقفة احترام. وقفة احترام يا سي بدر الدين. سأقف لك. تفضل بدر الدين. لتشدو. أجمل عيد يوم يا ناس، اليوم يا ناس، الدنيا كلها أفراح وعراس، أفراح وعراس. إمتى كانت الأغنية؟ جميلة هذه. إمتى كانت الأغنية؟ أغنية المبدع خالد. قبل 60 سنة. تفضل حبيبي. قبل 60 سنة. خالد، وأنا من تابعت جميع اللقاءات أنا وياك. نعم. وياك في الدنيا حلوة وياك، والمونديال حلو وياك خالد. شي شحال ظريف معك. أنا لا أعرف هل تواجدي معك هو فعل خير أم أنك تواجدك معي هو فعل خير. أنا وصلت إلى خلاصة، أما هي أننا فعل لبعضنا البعض، والحمد لله. أحيي السادة المشاهدين، مساء الخير عليكم، مساء السعادة. بدر الدين سبقنا بالاحتفاء وبالشدو، وأنا أقول الشدو لأن أنا أعرف ما في حنجرة بدر الدين، ليس قلمه الفتاك الصعب الجميل الذي يطرب حتى وإن كانت الكلمات تتراقص. اليوم يا خالد يجب أن نتغزل في أسودنا، في أبطالنا، في والدينا. نعم. في والدينا، في جماهيرنا، في ولدنا ووالدينا، ولد الركراكي. نعم. وفي خالدنا أيضا. نعم. تفضل، رحبنا بسي فؤاد. سي فؤاد صاحبي، أهلا ومرحبا بك. فعل حسن. مرحبا فؤاد. شكرا، ألف مبروك لكل المغاربة أينما تواجدوا. ما كذب الفؤاد ما رأى. ورأينا جميعا اليوم الوصول إلى الدور. وقبل أن تذهب أنا أستعير بيتين لقصيدة جميلة للشاعر الرائع حافظ إبراهيم عندما تغنى في مصر، ووجدت على أنها تنطبق على أسود الأطلس وعلى المغرب. وقف الخلق جميعا ينظرون كيف أبني قواعد المجد وحدي، أي شيء في الغرب قد بهر الناس جمالا ولم يكن منه عندي.
اصبح عندنا عند اسودنا. مرحبا بكم اصدقائي في برنامج المعلقات السابع للاخوان. اشوف مع بدر الدين معي انا الى ساعات متاخره من الفجر ممكن ان نشدو ونطرب وننظم شعرا. دعني اذكر المشاهدين الكرام ان كنت احتاج لذلك ان هذه الحلقه ستستمر الى الساعه 12:30 ليلا 90 دقيقة. ولو أرادوا أكثر احنا مستعدين. ولو أرادوا أكثر فنحن مستعدون للعودة لهذا الحدث التاريخي. ما عرفتش واش احنا كنحلموا أو لا. كنحلموا أو لا. أنا هي الكلمة صراحة. واش احنا اليوم كنحلموا يا رجل أو لا؟ في التجربة شوف في التجربة التلفزية الجديدة ديالنا كاملين غادي نرجعوا في بلاتي. الله يخليك اطلب من المخرج واحد الحاجة. اذهب إلى الفاصل لا قبل الذهاب إلى الفاصل اطلب من المخرج واحد الحاجة. بغيت اللارج مرة أخرى سيدي. ملعب التمامة كان فاء الخير على المنتخب المغربي، وإحنا استوحينا الديكور هذا البرنامج من ملعب التمامة. إذا في هذه الحالة أدعوك لكي تغير الديكور وتضع لنا ولكن ديكور ملعب البيت. انا قبل ما تمشي للوصله الاعلانيه، يعني في غمره الاحتفال الفرح، يعني انا شخصيا لا اريد ان استحضر لحظات الحزن، ولكن اليوم فقدنا عزيزا. نعم. فقدنا اعلاميا فذا وقامه من القامات الاعلاميه الكبيره جدا التي اطرت هذا الوطن، الحاج احمد صبري رحمة الله عليه. الرجل الذي اجتمع فيه ما تفرق في غيره، الرجل الذي أحب الرياضة وعشق الرياضة وكتب في الرياضة وكان مدربا وكان فيلسوف الرياضة وكان شاعرا. هو من قال جميلا. هو من كتب عن بيتشو الأسطورة الحزينة، وهو أيضا من كتب ديوان شعر ولا أروع. أهداني خوخة ومات. اليوم أهدانا هذا الإبداع ورحل عنا تعازينا في هذا اليوم. نعم. يعني أنا كنت أتصور صدقا لو كان الراحل بيننا ماذا كان سيكتب يا ترى. نعم. في هذه الملحمة المغربية. على كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته. تعازينا إلى جميع أفراد الأسرة، إلى جميع الرياضيين والإعلاميين المغاربة. إنا لله وإنا إليه راجعون. تعازينا الحار أيضا المدرب الله يرحمه الحسن بويلاص الذي غادرنا دار البقاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. خليكم معنا أصدقائي. مرحبا بكم إذا من جديد أصدقائي. المغرب يكتب فصل جديد في الملحمة المونديالية في قطر بهذا الإنجاز غير مسبوق، سواء على الصعيدين الإفريقي أو العربي. رائع، تاريخي، أسطوري هذا الإنجاز ديال المنتخب المغربي. نبداو مع العضو ديال العائلة المباشرة القريبة ديال كرة القدم المغربية، فؤاد صاحبي. أكيد لأن انتصار تاريخي، خاصة وأننا تصدرنا مجموعة ديال الموت اللي فيها كرواتيا وبلجيكا، الأضلع اللي كانت متواجدة في الربع ديال النهائي ديال كأس العالم روسيا. انتصار ايضا على بلجيكا، انتصار على كندا، من بعد الامور تشابهت كثيرا، انتصار على اسبانيا واحده من اقوى المنتخبات عالميا، انتصار اليوم على البرتغال في ظل غيابات وازنه ديال اكرد ومزراوي. اعتقد على ان ناحيه عطيه الله واليامير كانوا في المستوى، ثم لاعبين اللي غيدخلوا ايضا في مكان المصاب سايس وغادي يكونوا في نفس المستويات. الغريب في الامر فؤاد ان يعني القوه ديال هذا المنتخب المغربي كتكون في الدفاع ديالو. اليوم 80% ديال الدفاع ما كانش، ويمكن نقولوا 90% لان عارفين ان يعني اشرف حكيمي لاعب وهو مصاب. غتلقى اذا منظومه بالضبط. غتلقى اليامير بمن يحضر اشرف داري وبانون اللي قبلوا البلاء الاحسن وخداو نزالات هوائيه وعطيه الله. انا في اول ديال هنايا ديال البرنامج قلت على ان انا جد معجب بالطريقه الدفاعيه اللي كيدافع في المغرب، لان قلت كاين 3 شبكات دفاعيه منظمه كيستخلصوا كل الكرات ووراءهم حارس عظيم، واحد من احسن الحراس. والدليل هو اننا اليوم احسن منتخب من الناحيه الدفاعيه دخل علينا هدف. صحيح. وبالتالي تشابهت كما قلت المباريات باش نخرجوا اسبانيا ونخليوا لها الكره، ونخرجوا البرتغال نخليوا لها الكره، ونديروا مرتدات قاتله. فخص يكون عندك طاقم تقني كيتراسوا الركراكي، يكون عندك طاقم طبي كيتراسوا الهيفتي اللي يسترجع اللاعبين ويسترجع الطراوه ديالهم، وطاقم ديال الاداء اللي هو الحبشي. فكنعتقد اليوم كل الامور صبت باش تكون عندنا منتخب قوي. واللي جميل هو ان وليد ركراكي يستطيع يجمع ما بين اللاعبين البطوله صحيح
واللاعبين اللي خرجوا احترفوا برا واللاعبين اللي جايين من برا، وان الكل فرحان، اللي كيلعب فرحان واللي في الكرسي فرحان واللي طالع فرحان. فاليوم هنيئا لنا مجموعه في هذا انتصار اللي غنتكلموا عليه واحد العدد ديال السنوات، لان فيه كل الامور الجميله بدفاع قوي بروح قويه. والاكيد لاننا اخرجنا المغاربه اينما حلوا وارتحلوا، لا افارقه ولا عرب، كلهم ناشطين وفرحانين بهذا الانتصار. نتمنوا على الله نزيدوا الامام، واليوم كل الشهيه مفتوحه لاي فريق اللي جاي. ربما اللي نحييو اليوم في ظل هذه الظروف الصعبه اللي عاش المنتخب المغربي، وكنا ديما كنتكلموا على انصهار الفرد في المجموعه، ان لو سيستيم بقى واقف رغم غياب الركائز الاساسيه ديالو. خالد، هذا هو الانجاز. صحيح، ولكن هو انجاز في حد ذاته، لان في غياب الركائز المنظومه تشتغل. ولذلك اليوم ما نحييه هو المنظومه، لأن الوظائف ممكن أن يؤديها، وثبت ذلك بالملموس أن أي لاعب داخل هذه المنظومة يؤدي هذه الوظائف. اليوم نتحدث عن دفاع بغياب لاعبين، ولكن بدفاع دعنا نقول لك متكامل. مدافع أيمن يلعب بالقدم اليمنى، رجل أول في الدفاع واليميق الذي وصف من قبل الصحافة العالمية أنه رجل المباراة في الدفاع، أدى أداء بطولي يلعب بالقدم اليمنى. من معه في الدفاع في قلب الدفاع رومان سايس وهو يلعب بالقدم اليسرى، ولدينا مدافع أيسر يلعب بالقدم اليسرى. هذا هو الحلم المثالي لكل مدربي العالم، أن يتوفر لديه قدم يمنى قدم يسرى، متوسط الدفاع قدم يمنى وقدم يسرى. كان هناك تخوف، ولكن ما هو الشيء الذي ساهم في إذابة هذا التخوف؟ هو انصهار اللاعبين في المنظومة. الآن أصبحوا يحفظون عن ظهر قلب كل الوظائف المطلوبة منهم. لا تجد لاعب يخرج ويشد عن القاعدة أو ينسى أو يتناسى أو يحاول أن يخرج من المنظومة. اليوم أناحي، من في العالم لا يتكلم اليوم عن أناحي في المباراتين الأخيرتين. اليوم يقولون ما إلى ماذا وصلت قيمته السوقية. أقل شيء ممكن اليوم أن تدفعه في أناحي في السوق الانتقالات هو 25 مليون. هذا هو سعره قبل أن تنطلق المباراة. بعد انتهاء المباراة والنصف النهائي ستصبح 35. نعم. اليوم نتحدث عن ياسين بونو، وأعجبتني ما الخلاصة أو طريقة تقييم اللاعبين وتقييم المنتخب. بونو اللي تم اختياره مرتين متتالية كأحسن لاعب، وهو شوف وحنا كنشوفوا الصورة خالد يقول لست أحسن لاعب في هذه المباراة، أحسن لاعب في هذه المباراة، وأعطى يوسف نصيري. هذا السيد هذا يعني استثناء. أنا أقول لك لماذا استثناء في تاريخ كرة القدم. نعم. هذا السيد هذا ياسين بونو. دعني أوصل. قالت صحيفة ماركا: لمن نمنح جائزة أفضل لاعب؟ المفروض أن نمنحها للفريق بكامله أو نمنحها للمدرب، وهذا شيء غير قابل للتطبيق. إذا كان علينا أن نختار واحدا فلنختار ياسين بونو. وياسين بونو قيمته وقوته في أنه يبعد عنه الضغط ويقول احنا جينا فقط نقصرين تبقينا راسنا في الدوري غير من الندوه الصحفيه شيء مهول. الهدف الجاي ما تسميش كاع، ما تسميش، غريب جدا ماتش ابخي ماتش. كيف يفكر، كيف يبعد الضغط عن نفسه وعن زملائه. وانا اتصور حينما يكون لديك حارس، مجموعه المدافعين، حاله الاطمئنان التي لديهم حينما تجد لاعب يبعد هذا الضغط، الباناليز لي ماتش، الباناليز لو دونجي، الباناليز لي ماتش. كيقول حنا جينا مقصرين، خسرنا ماشي مشكله، حنا خسرنا مع فرق كبيره، ولكن قيمته هو انه يعطيك ما يسمى صمام الامان. بدر الدين انا اعترف لك، ماشي ديسيزيف، اكثر من ديسيزيف، جميع التدخلات اكثر من ديسيزيف. وهذه الحاله، هذا لو كا نسميوه ديال ياسين بونو خصو يتدرس بغض النظر على الجانب التقني، لان تجبر حراس بحالو دازوا في التاريخ ربما احسن منه، ولكن طريقه التعامل ديالو مع الضغط فهي مساله رهيبه جدا، رهيبه مخيفه. السي بدر الدين سمحتي قبل ما الله يستر عليك، طلع في واحد الكره هو المهاجم
وخذ الكره وضربوا جابوا كاو. الاغلبيه الحراس كينوضوا مع برونو فرنانديز دخلوا عنقوا فرحان قال له صافي عنده واحد مرادس الدم ولا هو غير عاديه. اسمح لي على المقاطعه لا السي ابدا بدر الدين. ابدا ابدا لأنه هو كان حارس مشروع، حارس عملاق هذا أبداً. اللي يتفاهم أبداً. هذه المشاكل. جلال انا اريد ان اسال ما هو يا ترى الشيء العادي في هذا الفريق؟ صح. اليوم كله استثنائي. كل شيء فيه استثنائي. وصوله الى الدور نصف النهائي استثنائي. طريقه لعبه منظومته الدفاعيه استثنائيه. سلوك احترافيه لاعبيه استثنائيه. الروح الجماعيه التي تطغى في الفريق استثنائيه. وصول مدرب قبل 90 يوما من كأس العالم واليوم يصل إلى الدور نصف النهائي، هذا شيء استثنائي إن لم يكن خرافيا. أنا أتصور على أن كل المرادفات تعجزني لأجد الوصفة الحقيقية. هناك من يتحدث عن معجزة، هناك من يتحدث على أن المستحيل ليس مغربيا، هناك من يقول على أن المغرب كسر منطقا ساد إلى وقت قريب كأس العالم، لما كان على الأقل عندما نصل إلى المربع الأخير جلال كان محتكرا من الاسيوي، من الاوروبيين والامريكيين اللاتينيين. كانت هناك اسيا كانت 2002. مره لما دخلت كوريا الجنوبيه وتركيا. وتركيا اوروبا. لا تركيا اوروبا. نعم. كوريا الجنوبيه تركيا هي ديل اوروبا دائما. ولكن تبع الاتحاد الاوروبي. فما شاهدناه بالفعل، ما شاهدناه. انا قلت وتذكرون ذلك بالامس، تكلمنا كثير عن المنتخب البرتغالي ولا احد ينقص من قيمه المنتخب البرتغالي، ولكن قلت لكم على ان قوه المنتخب المغربي في منظومته وفلسفته لاعبه التي يستحيل بالقطع ان يغيرها. وقلت بان لينمي ديال او الخصم او المنافس اللي عند الفريق الوطني هو الطموح ديالو فين غيجره. وتاكد من ان هذا الطموح لا نهايه له. تاكد على ان هذا الفريق به عطش رهيب، به جوع كبير، لا اتصور على انه يمكن يتوقف الا اذا بحال اللي قالوا اليوم كبار المحللين العالميين، قالوا هذا الفريق ما غادي يشبع حتى غيوصل النهائي وربما يفوز بكاس العالم، وغادي يخلينا جميعا امام ظاهره لن تتكرر. يجب ان نعترف اليوم ونقول نحن امام ظاهره. اليوم حتى وليد الركراكي لما سئل قال هذا شيء لا يمكن ان يقبله العقل. صحيح. لو سالتموني قبل كاس العالم هل ستفوز على بلجيكا وعلى اسبانيا وعلى البرتغال ساقول لكم مستحيل، ولكن هناك اشياء حدثت. خالد، جامعه هارفارد يعني الشهيره طبعا لم يسبق لها ان اخطات في يعني توقعات فيها، وتكلم عليها وليد الركراكي نعم. ما قبل المباراه امس، فهو قال كذب المنتخب المغربي هارفارد وما ادرك ما هارفارد، علما بانه يعتمد على معطيات صحيح. جامعه هارفارد. الكل يعتمد على هذه المعطيات، الكل يعتمد على المعطيات، لكن المنتخب المغربي كذب هذه المعطيات. لي ستاتيستيك ديالهم فياب حتى اليوم. انت اليوم نتحدث عن المنتخب المغربي ويقال ان ايطاليا حاضره بروحها، صحيح. بفكرها، صحيح. بتنظيمها الدفاعي. انا لدي صديق في ايطاليا اسمه جوزيبي كونتي، هذا من لا ينام الا وفي احلامه لاتسيو. كتب لي رساله وانا اثق فيه لو سمحت لي. قال لي: Ciao Yassin, sto vedendo con piacere il tuo Marocco. Calciatori molto determinati, لديهم حماس وإرادة. ويقول: ما quanto è forte عز الدين أناحي. أصبح الآن ناس incredibile, giocatore vero, incroyable, e vai, siete fortissimi. يقول لك انطلقوا أنتم الأقوياء. وقال ماروكو in semifinale il numero 8 una forza della natura. هذا قوة الطبيعة. أتمنى أصدقائي أنكم تستمتعوا بهذا البرنامج اللي كنتكلموا فيه جميع اللغات. بغيت نقول لك السي بدر الدين الإدريسي تكلم على استثناءات. نعم. أنا غنتكلم على حسن اختيارات. أولا حسنا فعلت الجامعة على رأسها فوزي القجع من اختاروا وليد الركراكي. لماذا؟ لأن في شهرين كيعرف كاع اللعابة، كيعرف بطولة المغرب، متبع اللاعبين في فرنسا، كيعرف كل صغيرة وكبيرة. مني تختار الطاقم التقني فيه بن محمود تجربته الطويله في ليكيب ناسيونال، بخبرته الطويله، قربوا من اللاعبين بالضبط، بالتواصل ديالو مع اللاعبين، بأمزين بالبروده ديالو. ولا
اختيارات ديال النهج التقني اللي غيلعب به وليد الركراكي بان بلوك في 90% كيكون با ويمشي على لي كونتر باللعابه اللي عنده وغيمشي كلشي. كنا كنقولوا علاش تعادل مع كرواتيا، ملي كرواتيا اليوم ديزولينا كنقولوا ناقص. لا والله باقي مصر على ان كان الامكانيات ناقص مباراتو جديده. اختيارات ديال التنشيط الدفاعي ديال التنشيط الهجومي حنا في النصف النهائي ديال القرارات. وربما هذا الكلام اللي كنت كتقول انا لابد نفوزوا عليه نحققوه في اللقاء النهائي ان شاء الله. كاين الاختيارات ديال التنشيط الدفاعي التنشيط الهجومي ديال شكون غيلعب هذه المباراه، شكون يلعب المباراه الاخرى، البدائل. فكنعتقد على ان الاختيارات من الفوق لتحت كانت كلها ناجحه، ونتمنوا على اننا ان شاء الله نبقاو في اختيارات غادي في نفس المستوى باذن الله. دائما هذا هو اللي من ديالنا في هذا البرنامج، وهذا القرار اتخذته انا والسي بدر الدين لاننا باش نشاركوا كل جميع المسائل مع المشاهدين الكرام. نحن من نقرر في هذا البرنامج، نحن شاهد الديمقراطيه، نحن لم يستشيروا معي هذا البرنامج، لم يستشيروا معي مع ان المغنيه صديقتي. نعم شوف وحدك صديقتنا لم تستشير أكبر المتابعات للبرنامج بعد امي. نعم. بعد امي كاين لم تستشير معي ولم تطلب رايي ولم تحصل على موافقة ولم تطلب مني الانخراط معكم. عرفوك غتواقف مبدئيا، فهمتي داك الشيء علاش. انا اسال هل انت موافق ام غير موافق؟ انت الان تضعني ما بين المطرقه والسندان، فلتكن. سأوافق بالطبع. خلاص ذهبا وإيابا، قلبا وقلبا. اصدقائي غنمشيو دابا للدوحه، وحنا غنكونوا ضياف كنا فيها عند واحد اللي ساكن في الدوحه، يقطن في الدوحه منذ اكثر من 11 سنه، اكثر ولا اكثر من 11 سنه، وتسكن انت في الدوحه. ايوه كان قريبا مني وانا قريب منه، وانا من بين عشاقه. واش قصده ابن اكادير؟ بالطبع المجاهده ربيع العفوي يحضر معنا مباشره من الدوحه. مساء الخير ربيع. مساء الخير. في كاس عالم استثنائيه ومقدمه استثنائيه، كنمسي عليك ونمسي على الاستاذ خالد ياسين وبدر الدين الدريسي والاخ فؤاد الصحابي وكل من يشاهدنا عبر برنامج ليالي المونديال. قل لي ربيع، كيفاش عشتي من الداخل انت هذا الحماق هذا اللي عايشين حنا دابا اليوم؟ اسمح لي. واولا انا بالنسبه لي شخصيا لم تكن لدي الفرصه لكي ممكن احضر اي كاس عالم لا كلاعب ولا كمتفرج. جاءت اليك وشاءت الاقدار انني اعيش، وجاءت الي اعيش كاس عالم استثنائيه. يعني تقريبا من الناس اللي عاشوا منذ اعلان دوله قطر على تنظيم كاس العالم، شاهدت على العديد من التغييرات اللي كانت في دوله قطر. تكلموا على بنيات تحتيه فيما يخص الملاعب، فيما يخص الطرقات، فيما يخص كل شيء. بالنسبة لي ما زاد هذا الاستثناء النتائج التي حققها المنتخب المغربي. لو ممكن قبل المونديال لا أحد كان يتوقع أننا نصل ما وصلنا إليه، لكن الحمد لله أنه العديد من التغييرات طرأت على المنتخب، ونجح الكل الذي ساهم في هذه التغييرات على أنه يعيش كأس عالم استثنائية سواء على المستوى التنظيمي أو على المستوى الرياضي، وهذا الذي زاد فرحا كل العرب وخاصة القطريين. يحضر إذا خالد عندك سؤال؟ أنا بالطبع أقول هذا الحلم الذي لا نريد أن نستيقظ منه، حلم جميل وبالطبع ربيع وعفوي في ذات الوقت، وأيضا ما يصنعه المنتخب المغربي هو ربيع في خريف كما يقول بدر الدين، والأداء هو أداء عفوي صحيح أنه بضوابط تكتيكية. اليوم ألا ترى معي ربيع وأنت في عين المكان بأن يجب أن ينال المنتخب المغربي من القطريين إشادة خاصة صحيح، ومكافآت خاصة وحوافز خاصة، لأن اليوم بوصول المنتخب المغربي واستمراره في المسابقة يؤمن حضورا جماهيريا صحيح. كادت قطر أن لا تحظى به. هذه الجماهير متقاطرة باستمرار، حتى أنا أعلم اليوم بأن هناك جماهير تذهب إلى قطر وهي ليست لديها تذكرة
الدخول إلى الملاعب فقط لتستمتع وتصنع الفرجة خارج الملعب في شوارع قطر وفي الأماكن الخاصة، حتى تعطي لكأس العالم وهي على أرض عربية النكهة التي كنا دائما نطالب بها، أن تكون الاحتفالية حاضرة مهما كانت النتيجة. وهو على مستوى ممكن الحوافز، وعلى ممكن متابعتي ودرايتي بالكرة العربية والخليجية. أنا لا أقوم ممكن بجزم هذه النقطة، لكن في رأيي الشخصي سيحظى المنتخب المغربي واللاعبون بالحوافز التي تكلمت عنها، سواء من القطريين أو من الشرق الأوسط، لأن الفرحة ليست فرحة مغربية، فرحة عربية. هذه نقطة. بالنسبة على المستوى الجماهيري صراحة المنتخب المغربي يعني من المنتخبات التي لديها قاعدة جماهيرية والتي حجت بنسبة كبيرة في قطر، إلى جانب المنتخب الأرجنتيني، المنتخب المكسيكي، المنتخب السعودي والمنتخب التونسي. لكن للأسف حاليا هناك فقط الجماهير المغربية والجماهير الأرجنتينية، وبالتالي الأكيد بأن العرب وخاصة قطر يتمنون أن يكون نهائي ما بين الأرجنتين وما بين المغرب، حتى أن ملعب لوسيل يمتلئ عن آخره. نتكلم ممكن عن 80,000 وأكثر، حتى ممكن تختتم هذه البطولة في صورة استثنائية وأهجي. صورة استثنائية يمكننا نقول اليوم أصدقائي أن وكيقولها يعني صديقنا ربيع العفوي، أن المنتخب المغربي كيبرز بشكل كبير في هذا المونديال. المنتخب المغربي يحقق إنجاز تاريخي في هذا المونديال، والمنتخب المغربي ينجح هذا المونديال. جلال أنا شخصيا يعني أقولها لكم بكل فخر أنني تلقيت اليوم سيل عارم من رسائل التهنئة، بخاصة من الإخوة الأشقاء الإعلاميين الزملاء الإعلاميين القطريين. تحدثت إليهم مطولا وكانوا يسهبون في الحديث عن المنتخب المغربي، وقالوا بصريح العبارة أن إذا كان مونديال قطر سيدخل لذاكرة التاريخ كمونديال منظم وكمونديال يعني أقيم بشكل استثنائي في زمن استثنائي بطريقة ولا أجمل، أيضا هذا المونديال سيخلد من أن منتخبا عربيا وصل إلى المربع الذهبي. وهذه كانت من مسؤولياتنا نحن باش ننجحوا هذا المونديال يعني العربي. لا يعني لما احنا تخطينا عتبة الدور الأول، يعني احنا كنا 4 منتخبات عربية، منتخب العربية السعودية، قطر، تونس والمغرب. لما تخطى المغرب لوحده دور المجموعات، كل الأحلام سكنت بين أقدام لاعبيه، وبالتالي أنه هذه الحالة نشوفوا اليوم واللي يعني حالات الفرح التي سادت جميع العواصم العربية. لو طالع الفيديوهات من كل مكان احتفالات المغاربة أوكي، يعني في المغرب وفي عواصم العالم في أين تواجد الجاليات، ولكن فرح أشقائنا العرب وحتى الأفارقة بما أنجزه الفريق الوطني هو وحده يقول لنا على أن هذا الذي حدث، هذا اللي حدث معجزة بكل المقاييس. كنوضع معجزة بين معقبتين حتى أقول أنها معجزة كروية صعب جدا أنها تتكرر، صعب جدا، ولو أننا نريدها أن تتكرر. تذكر تساءلت بعد خروج قطر هل نخشى على المونديال؟ اليوم قد يجب أن يشكروا المنتخب المغربي لأنه أبقى على تلك الشعلة العربية حاضرة، وأبقى على الحماس، بل زاد هذا الحماس وتضاعفت الجماهير، وأن الخشية بأن نشاهد ملاعب فارغة من الجماهير هذا الموضوع أصبح في عداد دعنا نقول النسيان، لأن ما قدمه المنتخب المغربي من أداء، من نتائج، من الصعود بالمستوى. والشيء الجميل قد يكون لديك منتخب يحقق نتائج، أنا أتحدث عن الزخم، عن الشغف الجماهيري. أنا الأمس عشت إحدى المواقف التي لم أعيشها في حياتي. شاهدت ناس في القطار ذاهبون إلى مطار محمد الخامس ويستقلون الطائرة في الساعة 3 صباحا، ولا يعرفون أن ليست لديهم تذكرة لدخول الملعب، ويأملون في الحصول عليها بالوصول إلى قطر. طائرة تقل
500 متفرج، 10 طائرات غادرت مطار محمد الخامس. هذا يقولون أنا أريد أن أشارك الفرحة، لا يهم أن يدخل الملعب أو لا يدخل الملعب. وهذا هو النجاح. وقد كانت زوجتي وبنتي بين هؤلاء، وكانتا محظوظتين حصلتا على تذكرتين. تصور قضيت ليلة كاملة وأنا أبحث عن تذكرتين لأنه لم تكن موجود. غير للأمانة أصدقائي نقولوا في هذا لو طابلو يعني التاريخي الرائع اللي كنتكلموا عليه، كانت هناك بعض المشاكل. هناك المئات من الناس ذهبت، المئات من الناس اللي بقوا خارج الملعب، وكان الملعب وكان هناك العديد. ليست هناك تذاكر، انت تعرف. لا خالد، راه كانوا الاماكن فارغه، ولكن لا يمكن انا ساقول لكم معلومه. نعم، سأقول لكم معلومه. نعم. هناك التذاكر التي كنا تحدثنا عنها في مباراه اسبانيا، نعم، بعدد 5000، لانه ولا احد كان يتصور المغرب غيوصل لربع النهائي. لا احد اشترى لا بطائق الربع ولا بطائق الثمن. هذا معطى معروف. فهذه المره اختلف الامر، عوض ان يسلم الامر للجامعه ويتولى، ذهبوا بتذاكر المباراة إلى ملعب الجنوب في الوقرة. نعم. وهناك كان على الجماهير أن تذهب إلى ذيك المكان مصحوبة بجواز سفر وببطاقة هاية. إلا أنه الغريب خالد أن الناس قضوا الليلة هناك. الناس قد افترشوا الأرض وناموا، نعم، من أجل أن يحصلوا على التذكرة. وهناك ناس بقوا مرابطين حتى ساعة فقط قبل بداية المباراة. نعم. ويستحيل أنك تتحرك من ملعب الجنوب إلى ملعب التمامة، لأن بينهما ساعتين زمنيتين جلال. تصور هذا الجنون. نعم. هذا الجنون كون أنه ناس يطلعوا ويمشوا يقطعوا آلاف الكيلومترات باش يوصلوا ويتفرجوا في المباراة. لا كلمة فؤاد. أنا سأعطي فؤاد فقط أشير إلى أنه يستقلون الطائرة 8 ساعات، يصلون 2.5 ساعات قبل بداية المباراة، وحينما تنتهي المباراة عليهم أن يعودوا إلى المغرب. صحيح. تخيل معي. صحيح. صارت انتباهي 3 ديال اللقطات. أولا كيف تنقلات الشارة ديال العمادة من سايس لزياش المرابط بكل حب اللاعبين، ثم العناق في الاخر بين كل شيء، ووسطهم الهدف الخارق للنصيري اللي قفز فوق بيبي وفوق الحارس والدفاع، وكان دارها في اسبان فوق راموس وفوق بيكي. كنا كنسمعوا اهداف ديال روبيش وفوليرو كريسمان، ولكن اليوم غطاهم النصيري في التايمين ديالو، في القفزه ديالو، وفي السماتش ديالو بالبالون والتمريره. تماما. وغادي نخليه يكمل سيدي فؤاد باش ما تفوتناش هذه المعلومه. قفز 2 متر فاصلة 78. هو طوله متر و88 83. بمعنى قفز متر فوق الارض باش يضرب هذيك الكره بديك الطريقه ويودعها الشيء. وفي ذاك الوقت حلو. جميل الهدف ديالو باش يمشي في ذاك التايمين وياخذ ديك الكره من ذاك العلو ويسبق الحارس ويسبق هذا قبل منها. ضربها وخرجها برا. ولكن التمريره اللي كانت امام سورتو هو خدا ليرون ولا كورديناسيون ولو جيست وطلعوا سماتشها. ما كاينش بزاف د اللعابه اللي غيديروا هذا الشيء. هذا وكانوا العديد خالد كانوا العديد كان العديد من يشكك وكيقول ربما هذا السي النصيري ما خصوش يكون مع الفريق الوطني. تكون زعما تكون عندنا فكره. فكره المطالبه كان في 2018 نذكروها، اخر من التحق بالمنتخب كان اخر لاعب نادى عليه ايرفي غونا هو كان اللاعب النصيري. اليوم النصيري اصبح الهداف التاريخي ديال اللاعبين المغاربه في المونديال. اول لاعب يصل الى 3 أهداف في كاس العالم بعد هدفه في روسيا. اليوم هو سجل هدفين، فما شاء الله عليه. بالعكس انا ما كندرش انتقادات. يمكن كانت هناك ملاحظه انه لما تكلم وليد الركراكي على النصيري وكان يعرف انه سيكون حاضرا، وهذا الكلام تكلمنا فيه. من يتصور ان كاس العالم بدون زياش، بدون حكيمي، بدون مزراوي، بدون سايس، بدون نايف اكرد، بدون ياسين بونو؟ فاذا هو قال هذا الكلام لان النصيري من ثوابت الفريق الوطني. اصدقائي، اذا اجواء اكثر من رائعه في مدينه الدوحه. الخصم القادم هو المنتخب الفرنسي، وزميلنا خالد يعني دار بحث سريع لأن شككت في منتخب فرنسا 98. كنت أبحث عن البرازيل في 2002، قلت فلنذهب إلى فرنسا.
انه اولا خصمونا في الدور نصف النهائي، ووجدت ان في 98 فرنسا ايضا اهتزت شباكها مره واحده، وفي المباراه التاليه حيث كانت مؤهله فازت 3-0 على جنوب افريقيا، فازت 4-0 على المملكه العربيه السعوديه، فازت على الدنمارك 2-1 في الدور ثم النهائي على باراغواي، هدف لورون بلون الشهير بعد المعاناه الكبيره. ثم جاءت مباراه الدور ربع النهائي امام ايطاليا 0-0، الكره الضائعه التي كادت من خلال ان تمر ايطاليا انفراد روبرتو باجيو بالحارس بارتيز، وآلت المباراة إلى ركلات الترجيح وابتسم الحظ. الهدف الثاني الذي تلقته فرنسا كان أمام كرواتيا في الدور نصف النهائي، ولكن عادت احنا بهدفين احسن منهم. وثانيا هدف الخير هذا اللي كتكلم عليه على راسنا، هدف الخير اللي كتكلم عليه السي خالد، لان فرنسا فازت في هذاك المونديال، وذاك ما نتمنى احنا في هذا، لان احنا وصلنا لنصف النهائي. يمكننا نقولوا هذا الكلام اليوم وحنا سجلنا يعني بالهدف ضد المرمى ديالنا. الخصم هو المنتخب الفرنسي، تأهل اليوم لهذه المباراة النصف النهائية، مباراة رائعة ضد المنتخب الانجليزي. هاري كين صديق رفيق درب هيغو يوريس في فريق توتنهام سجل ضربة جزاء وأضاع أخرى. أنا كنت كنتظر مباراة أحسن، أكثر إيقاع وأكثر أهداف. علاش؟ لأن ملي كتشوف فوضى وساكا وهاري كين في انجلترا، وكتجي لفرنسا وكتشوف جيرو وكتشوف مبابي وعصام ديمبيلي، وعاد كتشوف لي ميليو تيران غريزمان، كتقول هذه مباراة ديال الهجوم الناري وديال الاهداف. كان شويه تحفظ. بالضبط، قلت انا كنت كنتظر على ان غنشوف مباراة جميلة بزاف. شفت مباراة فيها ليسبري تاكتيك، كانت بزاف الكور اللي كيضيعوا الوسط. علاش؟ لان الفراقي كانوا كيجيو لازال ديالهم الوسط كيوليو اضافة لثلاث لاعبين الوسط 10 ديال اللاعبين، 5 من هذا الفريق 5 من هذا الفريق، وبزاف ديال الكرات ماتوا في المهد ديالهم. وحتى الكرات اللي وصلت لاجنحه السريعه اللي هضرنا عليهم، البعض ديالها ضاع في المراوغه، البعض ضاع ديالها في التمرير، ولكن كتبقى مباراه اللي فيها 3 اهداف وهدف ضاع بضربه الجزاء. على كل اعتقد على انه حنا الفرصه ديالنا هي نتمنوا ان ديمبيلي ومبابي ما يكونوش في الفورمه، لانهما ملي كتصلهم الكره في الاجنحه ولا قرب مربع قادرين على الاختراق. اليوم ايضا فؤاد المنتخب الانجليزي تمكن من ايقاف الخطوره ديالهم على هادشي اللي بغيت نقول لك. اليوم ماشي ما بانش بالمستوى الكبير ديالو، لان ديما ديمبيلي كيعتمد على السرعه، لان كتعرفوا كيسوق قدامه ويمشي، واحيانا حتى كيخرج كره خارج السرعه وباقي تابعه. غادي تشوف الانجليز غيكون ديربي ما بين اشرف حكيمي واعز الاصدقاء ديالو كيليان مبابي، لان لا كيليان مبابي غيلعب بالجهه اليسرى. غتلقى واحد ساد على الرواق مع ديمبيلي، وملي كيبغي يدخل الجهه اليسرى غتلقى دومي جا جليسه حداه، ونفس العمليه دايرين مع مبابي. ديما كاينه تغطيه لان عارفين السرعه ديالو، وهذا ما حد من الفعاليه ديال الاجنحه لا ديال انجلترا ولا ديال فرنسا. وبالتالي شفنا تمريرات بعض الاحيان طويله من فرنسا باش تنقص وسط الميدان، ولا طويله من انجلترا. 3 اهداف جميله. انجلترا كانت في اي لحظه ترجع المباراه الى ان ضيع ضربه جزاء. شحال كتعجبني انجلترا ديال نقول هكذا علمونا. أتعلمون جميعا انجلترا تعلمون جميعا يا سادة؟ لا، نحن لا نعلم. هل تعلمون ان لما نكون انا والسي بدر الدين بصدد الاعداد لهذه البرامج يكون السي خالد يقلب. لا انتم لا تعلمون. انا اعتبر باشياء عادوا الى بيوتهم. لا هذاك انا كنا نعلمها وتعلمها الاجيال القادمه ان شاء الله. أتعلمون ان المنتخب الفرنسي الذي سنقابله في الدور النهائي مالو في كل مبارياته تلقى هدف، تلقى 5 أهداف امام استراليا، الهدف امام الدنمارك رغم فوزه، خسر امام تونس بهدف مقابل لا شيء، رغم انه فاز على بولونيا سجل المنتخب البولوني هدف 3-1، واليوم فاز على انجلترا بهدفين مقابل. اي ان القاسم المشترك ان هذا المنتخب تهتز شباكه، والحمد لله. اليوم جلال ما يمكنلكش تفوت هذا الحمد لله. الحمد لله ان خالد لاول مره ما خوفناش. ولكن انا هذه سهليه، انا بغيت يخوفنا لان خوفنا منذ البدايه وحنا في اللقاء النصف النهائي. خالد استمر. خوفنا. انا اساند. سير خالد سير استمر. خلعنا شويه. لا ما بغيتش. اليوم عملت شيء.
قلتم كأنكم تقولون ويل للمصلين، لم تكملوا الآية. أنا قلت لك اهتزت شباك المنتخب الفرنسي في كل المباريات. نعم. لكن سجلوا. إذا كان قد عاد في المباريات الأخرى فإنه خسر المباراة الوحيدة التي لم يعد فيها في النتيجة هي من منتخب عربي. ومن سيقابل ولذلك لو استمعت وأعطيتني الوقت لا أدخلت البهجة على قلبي. حيث أنا أتفائل بدخولك. والله العظيم خالد أتفائل. لا أريدك أن تدخل البهجة إلى قلبي. لا. في هذه لماذا؟ ستنام. لا ستصحى من الحلم. لا أنا بغيتك تخلع، أنا بغيت نرجع مرة أخرى. أصدقائي خلوني نرجع. لا سير نمشي للدوحة مرة أخرى. ربيع العفوي، أعاني الأمرين ربيع في تسيير هذا الحلقة الاستثنائية والتاريخية. ربيع، فيما يخص اللقاء القادم نصف النهائي ما بين المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي، وقل لي الله يكون في عونك يا جلال. ابدا انت محظوظ يا جلال. سير ربيع. ودير النية. وانا كذلك اعاني من هذا النقاش هذا لان تقريبا بالنسبه لي في المباراه القادمه من المنتخب الفرنسي الاكيد بان هناك نقاط قوه، خاصه لما نتكلموا على ثنائي ديمبيلي وكذلك مبابي. ما نساوش كذلك اللاعب جيرو الذي يمر بفتره جيده خاصه على مستوى تسجيل الاهداف. هناك لاعب في رايي الشخصي يؤدي يعني جميع الادوار سواء كانت هجوميه ودفاعيه اللي هو لاعب غريزمان تارة تجده مع ثنائي الوسط تشواميني وكذلك رابيو، وكذلك على مستوى المسانده الهجوميه في ايجاد الحلول وفي عمليه الضغط. لما نتكلم ممكن على نقاط الضعف بالنسبه للمنتخب الفرنسي، انا في الاول ممكن في الجهه اليسرى للمنتخب الفرنسي تيو إرنانديز بحكم صعوده المستمر اليوم اللي تجرب يعني تسبب في ضربه جزاء كان ممكن يتفاداها، لكن صعوده المستمر ممكن انه نستغل هذه النقطه بالذات خاصه على مستوى الانتقال من حاله دفاعيه للحاله الهجوميه. ثم على مستوى الدفاعي خاصه اللاعب اوباميكانو تابعته سواء مع البايرن مع المنتخب الفرنسي، دائما عنده بعض الزلات بعض الهفوات ممكن يستغلها النصيري على مستوى الضغط. بكل تاكيد نتكلموا على منتخب فاز كاس العالم، نتكلموا على منتخب يعني تقريبا جيد كذلك على المستوى التكتيكي، لكن كما لديه نقاط قوه هناك نقاط ضعف. بكل تاكيد سوف وليد الركراكي يدرسها ويضع الاستراتيجيه. انا في رايي الشخصي سوف لن يغير من استراتيجيته على انه التنظيم الدفاعي يبدا من خلال ثلث الوسط المتاخر والخطوط تكون مترابطه والاعتماد على المرتدات. ان شاء الله باذن الله ان نكون اكثر تجسيما للعمليات الهجوميه مقارنه مع سابقتها. ذلك ما نتمناه صديقي ربيع العفوي. شكرا جزيلا لك يعني تواجدك معنا هذه الليله وعشتي معنا هذه الامسيه التاريخيه. شكرا لك صديقي فؤاد الصحابي الاختصاصي في كره القدم القادمه من انجلترا. شكرا لصديقنا بدر الدين الإدريسي. شكرا لخالد ياسين. خالد مرحبا بك. أتعرف لماذا أقوم بتخويفكم؟ لأن أعطيكم الحوافز وأجعلكم تكونوا يقظين متحمسين مركزين. لأن اليوم اتضح بشكل لا يدع مجالا للشك أن اليقظة التي يتمتع بها لاعب المنتخب المغربي في أدوارهم الدفاعية تعطيهم الحماس وتفتح أعينهم نحو الثغرات، وكم كانت اليوم موجودة. صحيح، يمكن أن نصل أكثر. يمكن أن تلبي لي طلبا؟ مرحبا. هو يلبي. فلتختتم الحلقة بنشيد المونديال، بكليب المونديال ديال صديقتنا اسماء المنور. المهم ديال قبل ذلك هناك العديد من الشخصيات العالميه اللي هنأت المنتخب المغربي، من بينهم شاكيرا بالاغنيه الشهيره ديال This is time for Africa. حان جا الوقت بعد 12 سنه ديال افريقيا، بعد 12 سنه كان حان تايم فور افريكا فيما يخص التنظيم الآن، فيما يخص دخول أول منتخب إفريقي للمربع الذهبي. كونغراتس موروكو. عرفتوا من قال ذلك؟ إيلون ماسك
يعني اغنى رجل في العالم، و يعني من اقتنى مؤخرا، والعديد من الشخصيات السياسيه العالميه اليوم. السياسيين خليهم لوحدهم يكتفوا بالسياسه، خلينا احنا في الرياضه. اليوم يعني ما يمكنش نجبروا شي يعني اشهار لهاد المملكه السعيده اكثر من هذا الانجاز الكبير اللي حققته الرياضه المغربيه وحققته النخبه المغربيه وكره القدم المغربيه. اشكركم اصدقائي على حسن الاهتمام والمتابعه. اشكرك مرة أخرى ضيفنا العزيز فؤاد صاحبي والزميلان العزيزين بدر الدين الإدريسي وخالد ياسين. شكر الموصول كذلك لكل فريق عمل البرنامج في هذه الليلة الاستثنائية، هذه الليلة التاريخية. هو جلال بوزرارة يحييكم. أضرب لكم موعد إن شاء الله يوم غد في عدد جديد اليوم ليالي المونديال. اليوم دخلنا يوم ثاني. مرحبا بالليل. سمحوا لنا في امان الله. في امان الله. باي باي. اليوم